عجبنا على الغدا نسوي كشري، فراح أسوي كلش سريع بجدرية واحدة أخلي كل المواد. حطيت زيت وحطيت كمية من الشعرية، طبعا حسب انتو كم عدد بالبيت. أقلبهم سوية، بس مجرد انه تاخذ لون راح أرجع أضيف عليهم هذا النوع من المعكرونة، يعني يصير على شكل دائرة بس صغيرة. أقلبهم سوية ويا الزيت وارجع أضيف عليهم عدس أخضر. هذا العدس الأخضر أنا منقعته من البارحة، بس تنقيع ما سالكته. أقلبهم سوية بهذه الطريقة وأضيف عليهم الرز. ما كان عندي رز مصري، حطيت رز بسمتي، براحتكم تختارون اللي متوفر عندكم، بس يعني طبعا أكيد بالرز المصري تكون يعني مضبوطة. أقلبهم سوية بهذه الطريقة. راح أخلي عليهم البهارات الضرورية اللي هي ملح وكمون وكزبرة. الكمون والكزبرة هم أساس الطبخة مالتنا. وارجع أضيف عليهم مي دافي. طبعا أقيس المي، لازم المي طبعا يطلع فوق المواد بهذا الشكل. أرجع أضيف سباكيتي تكون ناعمة بهذه الطريقة. حطيتها بهذا الشكل وأغمرهم بالمي حتى يستوون تماما. أول شي نار عالية، بعدين أخليهم على نار هادئة لحد ما يصير عندنا بهذا الشكل كل المواد اللي حطيناها مستوية تماما. تقصون البصل شرائح بهاي الطريقة وتخلونه بالزيت على مود، بعدين لما نصب الكشري نخليه فوقاها يصير بهذا الشكل الحلو. ونسوي صلصة ثانية على مود نخليها هم ويا الكشري، اللي هو عبارة عن زيت، نفس زيت البصل، أخلي عليه ثوم مهروس، خلي عليه كمون وكزبرة وخاشوقة معجون طماطة، وارجع أضيف عليهم طماطة خلطتها بالخلاط بهذا الشكل. أقلبهم سوية ونحط ملح، نحط شوية خال، شوية ليمون، والحرارة انتو تتحكمون بيها. ضفت لها هنا شطة، نرحبها شوية سبايسي، نخليها بعد شوية على النار وتكون جاهزة بهذا الشكل.